طب امتى نبدأ نقلق؟ لو التعلق ده مستمر بعد سن 4 سنين بشكل مبالغ فيه، يعني مش بس في مواقف معينة ولكن طول الوقت، او بيسبب مشاكل في حياة الطفل اليومية زي انه بيرفض يروح الحضانة مثلا او يلعب مع اطفال تانيين، او مصحوب بخوف مفرط او مشاكل في النوم، ساعتها مهم نتابع مع متخصص في امراض تطور الاطفال. ممكن كمان يبقى في اسباب طبية للتعلق اللي هنا بيبقى مرضي، زي مثلا مشاكل القلق او الانكزايتي ديس اوردرز، مشاكل اضطراب القلق من الانفصال اللي بنسميها سيباريشن انكزايتي ديس اوردرز. هنا ساعات التعلق بيبقى بشكل مبالغ فيه ومعاه خوف شديد. برضو مش عايزين ننسى ان التوحد او طيف التوحد برضو ساعات ممكن يظهر في شكل تعلق زايد بالاب او بالام. الطفل ده برضو بيبقى عنده صعوبة في التواصل او في اللعب مع اطفال تانيين، مش بس تعلق زايد. لو طفل عنده تأخر في النمو الاجتماعي او النمو الكلامي، الطفل بيبقى مش قادر يعبر بالكلام عن مشاعره، فبيتعلق اكتر بالام عشان يحس بالامان. الطفل اللي عدى بتجارب سلبيه او صدمات نفسيه زي انفصال الاب او الام مثلا، او تعرض الطفل لتجربه خوف، ممكن برضه يظهر على شكل تعلق زايد.